الدكتور محمود النجار، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الحمل، دكتوراه أمراض النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم ESHRE، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، استشاري أمراض النساء والتوليد بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم مثير، هو عالم بطانة الرحم المهاجرة. في علم مشهور زمان اسمه أو علوم اسمها التباديل والتوفيق. بطانة الرحم المهاجرة واحد من أصدق الحالات المرضية وأكثرها قابلية لتطبيق التباديل والتوفيق. ليه؟ لأنه بطانة الرحم المهاجرة دي فيها احتمالات كثيرة جدا. النهارده ضيف العزيز والقمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمود النجار، استشاري الحقل المجهري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب، صاحب دكتوراه امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب، عضو الجمعيات الاوروبيه والمصريه للخصوبه وتاخر الانجاب، واستشاري امراض تاخر النساء والتوليد بهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه. الاسم الكبير، اهلا بك يا دكتور محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. الموضوع ده دايما مثير جدا. وبعدين التباديل والتوفيق. بس الاول بطانه الرحم المهاجره ايه بالظبط؟ ايه هي؟ يعني احنا هنتكلم بطانه رحم مهاجره ده بمنتهى البساطه، هي بطانه رحم مش موجوده في مكانها. المكان الطبيعي لبطانه الرحم فين؟ جوه تجويف الرحم. الحالات بتاعت اللي بتشتكي من بطانه رحم مهاجره لقوا ان بطانه الرحم اللي المفروض تكون جوه التجويف موجوده في اماكن اخرى داخل الحوض وخارج الحوض. يعني ممكن تدخل للبطن، ممكن تخرج بره الجهاز التنفسي خالص، تدخل الجهاز التنفسي، ممكن توصل للانف. يعني في اماكن كتيره جدا غير المكان اللي المفروض تكون فيه موجوده فيه بطانه الرحم. ده التعريف باي ديفينيشن كده. خلايا لبطانه الرحم معاها جلانس او بيسموها غدد. بالظبط كده، موجوده في اماكن اخرى غير تجويف الرحم. اشهر الاماكن طبعا هي المبيض، الاربطه اللي حوالين الرحم، والانابيب، والحوض بشكل عام. وحالات نادره شويه بتبقى موجوده في البطن، حالات نادره اكتر بتبقى موجوده في الجهاز التنفسي، حالات نادره جدا جدا بتبقى موجوده خارج الجهاز يعني ممكن توصل للانف مثلا. تمام. في غموض حول هذا الموضوع. ايه النفسره؟ نظريات كتير جدا اتحطت. يعني من اول نظريه، الاشهر نظريه اتحطت نظريه العوده او ريتروجريد، اللي هو ان بطانه الرحم دي لسبب او لاخر بدل ما تخرج عن طريق عنق الرحم وتخرج بره الجسم، بترجع لورا وتدخل جوه الجسم. ارتجاع يعني. بالظبط، ارتجاع، ريتروجريد. دي نظريه من النظريات، وخدت اكسبتنس واسع جدا فتره كبيره من الفترات. وبعد كده بداوا يطلعوا نظريات تانية، منها نظريه المناعه، ان لسبب او لاخر في اجسام مضاده بتهاجم اماكن معينه في الجسم بتاع السيده، وبتنتج مكانها بطانه رحم مهاجره. وبالتالي في المبايض هكذا في الاماكن التانية. في نظريه ثالثه قالت لا، ده انتشار عن طريق الليمف، اللي هو الجهاز الليمفاوي. بالظبط. في نظريه ثالثه قالت لا، دي حاجه جينيتك متاخده من اماكن تانية. اللي يخلي حضرتك تفكر في النظريات كلها ان هم اكتشفوا ان في حتى رجاله بقى بيجي لهم بطانه رحم مهاجره. ده حالات ريكورد صحيح نادره جدا بس موجوده. بالظبط. طب دي جالها ازاي وما عندهاش رحم؟ يبقى نظريه ريتروجريد دي نظريه غلط مثلا. ولقوا ان في سيدات بيشيلوا الرحم خالص وبيشيلوا الانابيب وعندهم بطانه رحم مهاجره، وبالتالي بداوا يحطوا النظريات الكتيره دي. ولكن اغلب الظن في المتفق عليه اللي هي نظريات المناعيه، او نظريات الريتروجريد، او عوده الفلو بتاع الرحم لداخل البطن مره ثانيه. هو طبعا الرجل بيكتشف بالصدفه اثناء اجراء جراحه او شيء من هذا القبيل، بيكتشفوا ان عنده شوكليت سيست ديت، انسجه، يبداوا ياخدوها يحللوا يطلعوا ده نسيج رحم. بالظبط. هو استغربوا جدا. هي نادره جدا، واكتشافها كان بسبب، او اكتشافها هو اللي قاد الناس ان هي لا يا جماعه، سيبكم من الفكر القديم ده، لازم نفكر هو ليه اصلا بطانه الرحم ظهرت في حاله زي كده. يبقى هي مش سببها بقى ريتروجريد وكلام زي ده، سببها حاجه تانية بقى، سببها رياكشن في الجسم، سببها مناعه، سببها اي حاجه تانية. مره قريت ورقه بحثيه بيقول لك امتصاص جسم الرجل لتوأمته المراه.
يعني حاجات شبه ما ده بيرجع للايبيجينetics اللي آه. هي العنصر الجيني في البدايه خالص، وان في جين معين مسؤول عن انتاج. وده اكسبتنس ثيوري رهيبه جدا اللي بتقول ان احنا الستات اللي عندهم بطانه رحم مهاجره هم عندهم جين في جسمهم مسؤول عن بطانه الرحم المهاجره. الجين ده بيطلع بروتينز معينه، بروتينز دي بتروح في اماكن معينه تطلع بطانه رحم المهاجره. القصص بطانه الرحم المهاجره من الامراض اللي ليها شكل سينمائي، حتى اتعمل عليها افلام دراما كتير قوي. افلام دراما يعني وثائقيه، يجيبوا الست بنات، كل جمعيه في العالم بتجيب البنات او المشاهير كمان اللي بيعانوا من بطانه الرحم المهاجره ويحكوا بشكل درامي عنيف. فعلا هي دراما الطب النساء والتوليد كله في بطانه رحم مهاجره. والسيدات اللي ربنا يعني كتب لهم او كتب عليهم الاصابه ببطانه الرحم المهاجره هم في الحقيقه سيدات يعني بالبلدي كده لا مغلوبين على بالظبط. اختبار صعب، اختبار صعب جدا. بطانه رحم مهاجره هي الست اللي عندها بطانه رحم مهاجره هي مظلومه في حياتها. هي طول الشهر تعبانه، قبل نزول الدوره باسبوع هي تعبانه، عندها الم شديد. اثناء نزول الدوره باسبوع عندها الم ونزيف واحتقان وقاعده في البيت وما بتعرفش تخرج. بعد انتهاء الدوره بيومين 3 هي برضو تعبانه. اثناء العلاقه الزوجيه عندها وجع، مفيش علاقه زوجيه عندها مشكله في الامساك. اثناء الحمام تعبانه، وجع مزمن في الحوض، وبالتالي بتعاني بشكل كبير جدا. نص حياتها مقضيه وجع. ولما بتتجوز بتقابل المشكله الاكبر بتاعتها ومشكله تاخر الانجاب. ولو احنا مقصرين كمان على التبويض بتاعنا وعلى مخزون التبويض وعندنا تشوكلت سيست، بقى عندنا مشكله الفشل المبكر لوظائف المبيض. وبالتالي هي حاله من الحالات اللي فعلا يعني زي ما حضرتك قلت معرضه لاختبار شديد جدا في حياتها. ومهم قوي سرعه التقاطها من البدايه والتعامل معاها بشكل كويس، لان الحالات دي الايرلي ديتكشن بتاعهم او التعرف المبكر عليهم بيجنبهم مشاكل كتير جدا وبيخليهم يعيشوا حياه طبيعيه، سواء من ناحيه الالم او من ناحيه تاخر الانجاب. لما الحاله تيجي عندها شكاوي تشبه بطانه الرحم المهاجره وهي تقول، هل بالتاكيد انها بطانه الرحم المهاجره ولا في احتمالات ديفرنشال دايجنوز اخرى؟ ازاي نفرق بينها وبين حالات مشابهه؟ هي حالات تاخر، حالات بطانه رحم المهاجره بتيجي بشكوى من شكوتين، يا اما الم يا اما تاخر حمل. الم عندي حاجات تانية لازم استبعدها، يعني مثلا حاله عندها وجع شديد جدا جدا اثناء الدوره، بالظبط. هي ممكن تطلع بطانه رحم مهاجره، وممكن تطلع حاجه اسمها سبازموديك ديسمنوريا اللي هي الالم او الام لها علاقه بتقلص عنق الرحم في اثناء الدوره. وده اختلاف رهيب، وبتتشخص كلينيكال على فكره، بتشخص بالهيستوري. يا دوب بس الدكتور يسمع العيانه 5 دقائق ويسالها كام سؤال، يا ترى الوجع ده بيختفي امتى وبيبدا امتى، بيجي ازاي وبيروح ازاي، انا عرفت دي بطانه رحم مهاجره ولا سبازموديك ديسمنوريا. بلس طبعا الحاجات الكتيره بقى، الايمجنج اللي اتطورت جدا في الطب النهارده. بالظبط، بقى عندنا النهارده الام ار اي او الرنين المغناطيسي اللي احنا بنستخدمه في تشخيص بطانه رحم مهاجره، وصل الى مراحل ان هو بيقدر يشوف الجلانس الصغيره جدا، الغدد الصغيره جدا جوه العضلات، جوه الانسجه، جوه البريتون. ووصل ان هو يحط ستيجنج ويحط تطور البطانه المهاجره من وهي لسه بالمليمتر، حتى ما عملتش اعراض. وبالتالي ده بقى حاجه تولز مهمه جدا في ايد الدكاتره انها تكتشف موضوع البطانه المهاجره بدري جدا. ففي ديفرنشال دياجنوز محترم جدا لبطانه الرحم المهاجره، ده واحد منه. الكيس اللي على المبيض ده، ترى ده كيس شوكولاته تشوكلت سيست، يعني كيس شوكولاتي ولا كيس دموي، وايه الفرق ما بينهم؟ الايمجنج سيستم هيبين الاعراض بتاعه تاخر الانجاب اللي عند هذه السيده، هل لها علاقه ببطانه الرحم المهاجره ولا ممكن تطلع اصلا اعراض نتيجه تكيس المبايض، اعراض نتيجه حاجه ثانيه، وهكذا. ازاي لازم افرق بين الحاجات وبعض؟ طبعا. ازاي بطانه الرحم المهاجره تكون سبب في تاخر الانجاب؟ تمام. الموضوع بتاع ازاي بطانه الرحم بيكون سبب تاخر الانجاب ده موضوع لذيذ جدا، لان احنا لو قعدنا فصصنا الموضوع كده، هو ازاي بيحدث الانجاب وازاي البطانه هتبقى عائق، هنلاقي البطانه عائق في كل مراحل حدوث الانجاب الطبيعي. من اول العلاقه الزوجيه،
الست دي عندها مشكله اصلا في العلاقه الزوجيه، عندها الم اثناء العلاقه الزوجيه، ديسبارونيا. وبالتالي العلاقه غالبا او في الحالات المتقدمه ما بتتمش، ولو تمت بتتم بشكل غير متكرر وغير طبيعي. طيب لو حصلت العلاقه والحاله استحملت وهكذا، وبدانا ندخل بقى في مراحل الحمل، عندنا مشكله في التبويض، في تشوكلت سيست على المبيض بتعمل تاثير على التبويض في ايه؟ في العدد، في الكواليتي، في الالام الشديده. انا عندي حالات بتقول لي يا دكتور احنا بنتمنى ما يحصلناش تبويض من كتر الوجع اللي بيجي لنا فتره التبويض. ما هو حضرتك المبيض ده محتقن جدا وعليه كيس شوكليت قافل عليه، فكل حركه تبويض للمبيض الست دي بتتعذب، تبقى زميلتها بتحصل لها تبويض بشكل طبيعي ودي عندها عذاب في كل بويضه بتخرجها جنب الكيس بتاع المبيض. طيب ربنا كرمنا وحصل تبويض، البويضه دي المفروض بقى تخرج وتدخل الانبوبه برضه فيها مشكله. واكتر مشاكل بطانه الرحم المهاجره في الانابيب، لان الجلانس دي لما بتروح الانابيب وبتبدا تفرز الماده الشوكولاتيه بتاعتها، بتبدا تعمل انسداد في الانابيب وبتعمل تمدد في الانابيب، بيبقى مع كل لمسه لبطن العيانه دي اثناء التبويض او اثناء العلاقه في الم، وبيبقى في الانبوبه قناه فالوب بتفقد وظيفتها حتى لو هي انتاكت شكلا وتشريحيا سليمه، هي وظيفيا خلاص هي فقدت الوظيفه بتاعتها. ثم استجابه الرحم للجنين اللي بيتم، لا استجابته تبقى ضعيفه لان حصل اختلال هرموني بسبب وجود بطانه رحم، على هرمونات معينه وقلل هرمونات معينه، فيجي يحصل ديفكت في الامبلانتيشن. عشان كده عيانين بطانه رحم مهاجره ما بيحملوش بسهوله خالص، لا في الطبيعي ولا في الحقن المجهري، وبالذات المراحل المتقدمه بتاعه عيانين بطانه الرحم المهاجره اللي هي من الاول ستيج 3 وانت طالع بقى، واحنا مقسمينها ستيج 1 2 3 4 بالظبط. لو المرحله الثالثه معناها ان انا عندي على الاقل انبوبه ومبيض في كل ناحيه فيهم مشكله، لا الحالات دي لازم يحملوا باسرع وقت، لان الفرص بتاعتهم بتبقى بتقل بشكل كبير جدا يعني. طب في سؤالين، ازاي نزود فرص الانجاب في الحقن المجهري لواحده عندها بطانه رحم مهاجره؟ الانجاب عن طريق الحقن المجهري. تمام. اولا انا لازم افرق او لازم احدد المشكله بالظبط اللي قد تعوقني وانا بعمل حقن مجهري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لو عندنا سيده بتجيلنا عامله حقن مجهري مره قبل كده او مرتين وما حملتش في المرتين، انا لازم بحلل هي ما حملتش ليه؟ هل كانت مشكلتها في التبويض؟ يبقى انا المفروض ان انا اجمع اكبر عدد بويضات للست دي. يعني انا عندي حالات انا بحاول معاهم بالشهر والاثنين والثلاثه مش عارف اطلع بويضات. ليه؟ المبايض متاكله حرفيا باكياس الشوكليت. مفيش بالظبط كده، مفيش سنتي نورمال اوفيريان تيشو اعرف اطلع منه بويضه. هي اكياس الشوكولاته دي يا جماعه بتتصرف زي بالظبط العته لما بتاكل الهدوم بالظبط. الحالات دي في الاول كنا بندخل ونشفط الاكياس دي، وبعد كده بنبدا نشوف نسيج مبيض ونشتغل عليه. بعد كده ظهر طرق تانية دلوقتي بقينا بنعملها بحيث ان احنا نعرف نخرج منهم بويضات. الناس دي خطرهم كله في ان انا لو شلت الاكياس مخزون المبيض بتاعهم بيقل. وبالتالي بنبقى عندنا طرق مختلفه دلوقتي وتكنيكس مختلفه نقدر ازاي نطلع بويضات في حاله زي كده. طيب يبقى ده حاجه ممكن تزود فرص الحمل، ان انا اجمع بويضات كويسه لهذه السيده. الحاجه الثانيه، هل الانابيب المنتفخه حوالين الرحم ممكن تبقى سبب في فشل متكرر للحقن المجهري؟ ايوه طبعا، في حالات بطانه الرحم المهاجره. عشان كده عندنا عيانين كتير جدا بعد ما بنبقى مجهزينهم خلاص لنقل الاجنه، سواء بقى كنا في تجميد او في سحب فريش او تيفر، بندخل نشيل الانابيب الاول او بنفصلها. وده مهم، وده عكس او ده مش لازم يكون ترند ماشي زي ما احنا عارفين ان كل الحالات اللي انت ايه ده بطانه رحم يلا شيل الانابيب. لا انا ما بقولش كده، انا بقول الحالات اللي فعلا انديكيتد ان يتشال لها الانابيب والانديكيشنز واضحه والجايد لاينز حاطه كلام واضح وسطور واضحه بتعرف فين الانبوبه اللي تتشال وفين الانبوبه اللي ما بتتشالش، عشان في جريمه بتتم مع الناس بيشيل الانابيب كلها سواء كانت تستاهل تتشال او ما تستاهلش. ايه سبب ايه؟ جهل ولا استغلال فلوس؟ لا ما اعتقدش انها استغلال فلوس قد ما هي جهل. او خوف. خوف من ان انا ايه ده انابيب منتفخه اشعه الصبغه كده شكلها مش عاجبني، انا هدخل اشيل الانبوبه. ليه انبوبه زي دي تتشال بشكل سليم ما مش عامله مشاكل، الست ممكن تحمل في وجودها، ما فشلتش ولا مره قبل الحقن المجهري. احنا ما بنألفش طب في مصر، احنا المفروض نمشي ستريكت للجايد لاينز، نمشي
تبع التوصيات. الناس اللي بره عملوا قبل كده دراسات مختلفة وجربوا على عيانينهم ومدونا تقاريرنا جاهزة ومدونا أبحاثهم جاهزة وورقهم العلمي جاهز. لازم نستغل الكلام ده ونقراه. وبالتالي فتحضير حالة بطانة الرحم المهاجرة لحقن مجهري من أصعب الحاجات اللي ممكن تحصل. أنا ممكن تجي لي حالة في 1 يناير أزرعها في 31 ديسمبر في نفس السنة. بقالها سنة ما بين بقى بتتحضر، ما بين بيتعمل لها منظار، ما بين بتاخد أدوية معينة توقف الدورة لمدة 6 شهور، ما بين بناخد حاجات هرمونية. حالات بطانة رحم، والحالات بتبقى فاهمة ان هي مش من الحالات اللي هتدخل ويلا بسرعه واحد اتنين تلاته عملتي حقن مجاري حملتي الشهر اللي بعده. لا، انت هتاخدي وقتك، قدامك فتره تحضير كبيره، قدامك فتره تنشيط. ممكن ننشط مره واثنين وثلاثه لو انت مخزون ضعيف، تبويضك ضعيف. ممكن ندخل منظار بطن قبل نقل الاجنه لو انت عندك مشاكل في الاكياس الشوكليت او عندك مشاكل في الالتصاقات او الحوض المتجمد زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه او الانابيب. وبالتالي لازم الحالات دي تتاخد بشكل انديفيديوال، تتاخد بشكل يتحط لها بلان مخصوصه لوحدها، الدكتور يبقى مركز معاها. انا بقول لهم كده انتوا اهم جروب عندي في العياده دلوقتي، ببقى مركز معاهم جدا، ببقى حريص ان كل حاله منهم تاخد البلان المظبوطه بتاعتها. طبعا نقل الاجنه فريش ولا نقل الاجنه مجمده بيفرق جدا في نسبه نجاح الحقن المجاري في عيانين بطانه مهاجره. ننقل يوم ثالث ولا ننقل يوم خامس بيفرق جدا جدا في عيانين بطانه الرحم المهاجره. طب يا ترى هننقل على بروجسترون شكله عامل ازاي؟ هنستخدم ويتش بروتوكول وانا بنقل الاجنه؟ هنقل كام جنين؟ هنقل عدد قد ايه؟ هنقل في يوم كام؟ هنقل كواليتي عامله ازاي؟ هغير ايه في البروتوكول العام بتاعي بتاع الحالات؟ يعني هل دلوقتي واحده مطلعه 20 بويضه وعندها 10 اجنه وعندها دي 5 امبريوز وبتتنقل مجمد اللي هم مثلا مجموعه التكيس المبايض المنتشرين، وواحده مطلعه جنينين بالعافيه او 3 وبقالي 3 شهور بطلع في ال3 اجنه دول محاوله او محاولتين او 3 ووصلنا خلاص لمرحله انا عندي اجنه كويسه والحوض بتاعنا متجمد وفكينا الالتصاقات، هل البروتوكول دي زي ده؟ مستحيل. هل دي هتاخد الوقت ده؟ لا. هل دي هيتنقل لها زي دي؟ وبالتالي individualization، الكلمه اللي انا بقولها دايما مع الحالات، لازم حضرتك كل حاله ليها individualization، يعني تفصيل كل حاله حسب حالتها. هل احساسنا واحنا بعيد عن الفيلد او اللي وصل للمرضى انه كانه في تنافس او في يعني هعمل منظار ولا حقن مجاري، كانه في منظار البطن والحقن المجاري كانهم اوبزيت ايتش اذر، كانهم ضد بعض، رغم ان انا يعني لما يعني بحكم قربي من الفيلد بتاعكم عارف كويس ان هم مش ضد بعض، بيكملوا بعض. مظبوط جدا. بس ليه هم وصل للناس كده؟ لان في الاول قبل الحقن المجهري ما تبقى نتائجه قويه كده، كان المسيطر الاول هم المناظير. انا عندي بطانه رحم مهاجره، خلاص 1 2 3 كده هندخل نفك التصاقات، نشيل اكياس من على المبيض، نصلح الانابيب، مش نقفل الانابيب، نصلح الانابيب وهنسيبك تحملي طبيعي. لما بدات نتائج الحقن المجهري تزيد وبقينا دلوقتي عندنا نسب نجاح محترمه جدا في الحقن المجهري، بنتكلم زي ما بيقولوا كده بفم مليان كبتوع حقن مجاري، لا ان شاء الله فرص كويسه، مش زي زمان نبقى خايفين. بقينا لا، العيان بقى بيفكر طب انا ليه بقى اعمل منظار والكيس الشوكولاته يرجع تاني والالتصاقات ترجع لي بعدها بسنه، والموضوع انا كده بحل مؤقت، انا في الاخر عايز احمل. وبالتالي بقينا بناخد الحل بتاع الحقن المجهري. انا بقول ان منظار البطن دوره قوي جدا قبل الحقن المجهري لعيانين بطانه الرحم المهاجر، ودوره مهم بالذات في العيانين اللي عندهم مراحل متقدمه من حالات بطانه الرحم المهاجر، وهو زي ما حضرتك قلت هو كومبلمنتري للحقن المجهري وليس بالظبط، وليس منافس ليه، وليس اوبشن رقم 2. بالعكس، انا حالات كتير جدا بتيجي بتتجهز، بتسحب لها بيض، بيتعمل لها اجنه، بيتعمل لها تجميد اجنه، لا بس ستوب، احنا خلصنا كده جزء كبير جدا 50% من المشوار، فاضل لسه بقى نجهز حضرتك للنقل عن طريق منظار البطن، وان احنا نفصل انابيب او ان احنا نفك التصاقات او نعمل اي حاجه من دي. نورت وشرفت وابدعت كالعاده، وانتظر الزياره القادمه ان شاء الله باذن الله. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمود النجار، استاذ واستشاري الحقل المجهري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب، دكتوراه امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب، عضو الجمعيات الاوروبيه والمصريه للخصوبه وتاخر الانجاب، استشاري امراض النساء والتوليد بهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه، الاسم القدير، واحد من سوبر ستار هذا المجال.
كان في واحدة من أدق وأصعب وأهم حالاتنا على الإطلاق، وحالاتنا دي حالاتنا، لأنه دكتور البطنة الشاطر لازم برضه يبقى حاطط في اعتباراته بطانة الرحم المهاجرة. هتجيلك حالة بتشتكي من فريكونسي في اليورينيشن، لازم تحولها نسا لو يعني بتروح الحمام كتير، أو عندها مشاكل إمساك، أو عندها مشاكل شبه القولون العصبي، وتطلع بطانة رحم مهاجرة، يبقى أنت دكتور شاطر طالما عرفت تشخص هذه الحالة. صح كده؟ مظبوط جدا. نورت يا دكتور محمد. ربنا يخليك. خليكم دايما مع ناس حلوه.